اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج احنا الشعب. النهارده بدايه انطلاق السباق الرئاسي. كل المرشحين النهارده اصبحوا مدعوون لتقديم اوراق اعتمادهم للجنه العليا للانتخابات. ايه هي الاوراق الاعتماد دي؟ مطلوب منه اول حاجه 25,000 توكيل من المواطنين من 15 محافظه، في بعض لا تقل عن في كل محافظة عن 1000 توكيل. يعني زي نفتكر تم استبعاد اللواء عمر سليمان علشان كان جايب 973 أو 67 توكيل في أسيوط، كان توكيلات أسيوط ناقصة 37 توكيل وتم استبعاده. يعني مش لازم إن احنا نجيب 25,000 بس من مكان واحد، لا، لازم التوكيلات تكون من مختلف المحافظات، لان يسهل جدا على اي مرشح انه يجيب من دايرته ومن اهله، الدايره اللي هو فيها اصلا منطقته، يجيب ال 25,000 توكيل. لكن الهدف من ذلك ان يكون هذا المرشح معروف في على الاقل 15 محافظه، اللي هي 30% 50% زائد، مش زائد واحد، ده زائد اتنين، لان احنا عندنا 26 محافظه، احنا بناخد 25 اكتر من 50% من المحافظات. طيب، فتح باب الترشيح من النهارده حتى يوم 20/4. النهارده كله يبدا يجمع توكيلاته يخش الشهر العقاري. وعلى فكره التوكيلات في الشهر العقاري مجانا، عشان في ناس فاكره ان التوكيل بيروح بيدفع 36 جنيه او 18 جنيه. لا، التوكيلات مجانا. بس في الحقيقه في مشكله في الشهور العقاريه النهارده. انا كلمني اهالي مركز الحسينيه محافظه الشرقيه، قالوا ان اجهزه الباركود اللي جت في الشهر العقاري، هم سلموا لكل شهر عقاري جهازين باركود او 3 على حسب مكان الشهر العقاري وكثافه الناس اللي فيه. الاجهزه بتاعه دي بتسهل جدا الحصول على بيانات البطاقه. هو عارفين الباركود اللي هو في السوبر ماركتات، بيجي على البطاقه يحطها كده، بدل ما ينقل ويجيب بيانات الراجل وكلام من ده، هو بس ضغطه يبقى اتصورت الجهاز وخدوا البيانات بتاعه البطاقه لكل مرشح. في الحسنيه اجهزه الباركود راحت عطلانه. اجهزه الباركود راحت عطلانه في الحسنيه. الناس اشتكت لي النهارده، ويا ريت بسرعه جدا المسؤولين عن الشهر العقاري ومساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري يتدارك هذا الامر، او يبعت حد يعلم الموظفين عليه. دي حاجه. 2 بتوع الشرقيه قالوا ان في بعض الموظفين الاخوان في الشهر العقاري يرفضون عمل التوكيلات من الاساس. يجب على السيد وزير العدل، السيد مساعد الوزير، مستشار مساعد الوزير لشؤون الشهر العقاري، ان يطلع بنفسه على مشكله ومأساة اهالي مركز الحسينيه في محافظه الشرقيه، اللي هي طبعا الشرقيه دي مسقط راس الرئيس الخائن المعزول محمد مرسي. كمان انا عايز اقول في الشهر العقاري في المحله الكبرى دي مدينتي انا، للاسف في عجز شديد جدا في الموظفين اللي موجودين. طالبوا بندب ناس او تعيينات، قال لك عندنا عجز، مفيش على مستوى الجمهوريه في عجز. شهر عقاري النموذجي في المحله، اكبر شهر عقاري في مدينه المحله اللي فيها حوالي 2.5 مليون نسمه، في 36 جهاز كمبيوتر مفروض يشتغلوا عليهم 36 واحد. عارفين اللي شغالين كام؟ 4. وبقيه الاجهزه مش عطلانه ولا حاجه، شغاله بس ما عليهاش موظفين. اللي شغالين دلوقتي كل الموظفين 4 و2 كتبه، يعني 6. 4 موظفين و2 يعني 6، كل اللي في الشهر العقاري. في ناس، انا رحت هناك عشان اعمل توكيل امبارح، قعدت، وانا مفروض عضو مجلس شعب سابق، يعني المفروض ليا معارف ليا اصحاب، قعدت 4 ساعات ونص علشان اعمل توكيل لمحامي. توكيل لمحامي مش توكيل للسيسي. السيسي قالوا هنعمل التوكيلات، او انا اسف مش السيسي، مرشح رئيس الجمهوريه، رئاسه الجمهوريه، المرشح المحتمل حمدين السيسي ايا ما يكون، اي حد، هيبداوا ياخدوهم بعد 3. يعني النهارده اللي عايز يروح يعمل توكيل لترشيح رئيس الجمهوريه ايا ما يكون في المحله، لا، يروح بعد الساعه 3.
ويكون الموظف خلصان ويتقطع نفسه من الشغل بالنهار في العمل اللي بيجيب فلوس، اللي هو بيدفعوا عليه فلوس، اللي المواطنين بيدفعوا في التوكيل 36 جنيه و18 جنيه، واثبات التاريخ والتوثيقات بتاعه المصالحات، ده كله من الصبح للساعه 3. طب انتوا بذمتكم كده الموظف بعد الساعه 3 هيقدر يدي؟ هيشتغل لحد الساعه 5 الدنيا تضلم والدنيا خلاص، والكهرباء بتكون قطعت على فكره. يعني للاسف المحله الكبرى النهارده بقت بتقطع فيها التيار الكهربي يوم مرتين وثلاثه في اليوم الواحد. لازم كل الكلام ده بقى موجود، وجالي شكاوى من الدقهليه، شكاوى من الشرقيه، شكاوى من القاهره. كل محافظات مصر النهارده بقى انقطاع التيار الكهربي فيها اكتر من مرتين على الاقل، ما عادش فيه المره الواحده ديت خالص. لازم الحكومه تشوف، وتشوف الراجل اسمه عاشور اللي كان بياخد 20 جنيه ايام مرسي تديله 40 جنيه ويبطل يقطع. لازم الحكومه تقول لنا الحته ديت فيها ايه، يا يقولوا لنا عاشور ده فين واحنا نروح نراضيه، الشعب المصري يروح يراضيه. عيب قوي كده ان الدوله التيار الكهربي بيقطع فيها عادة ريما اللي عادتها القديمه النهارده تاني. عدنا لعصر الاخوان، وبدا كلاب الاخوان يقول لك طب الفرق ايه من العهد دلوقتي من عهد مرسي؟ احنا هنوصل لاسوأ من عهد مرسي. وبيقولوا في الصيف الدنيا هتزيد والكهرباء هتتقطع اكتر. لازم الدوله تشوف حل للطاقه المولده اللي بتشغل محطات الكهرباء، او تشوف حل اذا كان فيه اي ابراج من الابراج تم ضربها تشرح الشعب، مفيش مشكله نعرف. بس انا اعتقد ان مفيش اي حاجه اتردت لها الابراج اللي هي بتنقل الكهرباء من اسوان للسد العالي. لكن لو في يصرحونا واحنا هنتحمل، لكن برضه لازم نعرف ومواعيد قطع الكهرباء امتى ومواعيد عشان نخلي بالنا. ناس بتبقى راكبه الاسانسير والكهرباء تقطع فيها، تعمل ايه؟ الناس تموت ولا يحصل لها ايه؟ تتخنق من قله الهواء، ولا تقعد في الاسانسير بالثلاث 4 ساعات، ولا تطلع على رجليها السلالم اللي في الدور السابع واللي في الدور العاشر، يطلعوا على السلالم على رجليهم. يقولوا لنا الدوله عايزه، لازم توضح لنا مشكله الكهرباء اللي بقت زي الوباء النهارده اللي بينتشر زي المرض السرطاني النهارده في كل محافظات مصر وفي كل مناطق مصر النهارده. لا، لازم الدوله هنا يبقى في وقفه. وزير الكهرباء مش قادر يحل المشكله، يتفضل يمشي. مش قادر يحل المشكله، يمشي، يعلن على الشعب انا مش قادر، انا عندي الوضع 1 2 3. يعني برضه احنا بنناشد وزير العدل النهارده انه يزيد الموظفين اللي في الشهر العقاري، وكمان وخاصه بتوع المحله الكبرى، الشهر العقاري النموذجي اللي فيه 36 جهاز شغالين وصالحين للعمل، بس ما عندهمش غير 4 موظفين، غير 6 موظفين اللي بيشتغلوا النهارده بس. مفيش. ويوم ما الشهر العقاري حن على مركز التوثيق في المحله الكبرى، جاب لهم 2 موظفات. وكارثه الموظفات اللي جم 2، واحده بعد شهر واحد من التعيين اتجوزت وقالت انا حامل وخدت اجازه سنه بدون مرتب، والتانيه للاسف ومعايا الورق بتاعها والتقارير الطبيه بتاعتها عندها انفصام في الشخصيه، انفصام وجداني، وجايه بتقاريرها، جايه تطلع من شهر لشهر اجازه، من شهر اجازه. واذا نزلت على الجهاز قعدت في يوم على الجهاز وبانت انها كويسه، الموظفين الناس اللي عايزين توكيلات واللي عايزين طلبات بيكلموها في حاجه وهي بتكتب حاجه تانية خالص، في موضوع تاني خالص لا يخص الشهر العقاري ولا يخص الناس اللي قدامها. وفضل الناس طول النهار، وفي النهايه لقوا ان اللي كتب غير اللي مطلوب اطلاقا. هي حسب وجدانها وحسب حالتها الذهنيه تكتب اللي هي عايزاه. يا ريت انا اروح لوزير العدل غدا ان شاء الله، يوم الاربعاء ان شاء الله، يكون حل مشكله الشهور العقاريه ومشكله التوكيلات والاجهزه وانقطاع الكهرباء اللي طبعا بيعم على كل اجهزه الدوله. نرجع لفتح باب الترشيح الخاص بترشيحات الرئاسه. قلنا هيتفتح النهارده من اليوم لحد يوم 20/4، يعني 20 يوم يستطيع فيه المرشح المحتمل، اكثر من 21 يوم
المرشح المحتمل انه يجمع التوكيلات اللي مطلوبه. طيب بعد 20/4 كله بيقدم، نبدا اللجنه العليا للانتخابات بتعلن اللي ترشحهم. يجي الطعون في المرشحين، انا شايف ان المرشح ده مش كويس او عليه احكام او غير لا تنطبق عليه الشروط اللي هي الشروط الفكريه والذهنيه والصحيه والجنسيه وعدم انتماء اي من والديه او ابنائه على حصولهم على جنسيه دوله اخرى، وعدم حصوله هو على جنسيه دوله اخرى، والفيش والتشبيه وحسن السر، الكلام اللي هي الاوراق اللي مطلوبه من وشهاده المؤهل العالي. وعلى فكره عارفين في الجزيرة أنا سمعتها أول امبارح شيء رائع، يعني إن اشتراط مؤهل عالي لرئاسة الجمهورية. جه واحد من المنظرين اللي بيطلع على القناة في التلفزيون في الجزيرة هناك وقال انتوا عارفين كانوا بينادوا في الدستور بأن يكون رئيس الجمهورية ممكن يكون حصل على مؤهل متوسط، مش شرط إنه يكون مؤهل عالي. ليه؟ فالمذيعة بتقول له ليه؟ قال لها علشان السيسي معاه دبلوم. والله العظيم قال كده عشان السيسي معاه دبلوم. يعني منتهى الغباء ومنتهى الانحطاط الفكري، وده اللي قلت عليه وهيحصل، وهتبدا اشاعات كتير قوي تخص جنسيته وجنسيه والدته وجنسيه والده وسلوكه وسلوكياته وامواله وثروته. ويعني انا قلت انهم رفعوا عليا انا قضيه دعوه اسقاط جنسيه وقالوا ان انا ابويا من غزه، واحنا مالناش قرايب من الاساس في غزه خالص، ولا عمرنا رحناها ولا شفتها، لا انا شفتها ولا ابويا شافها. يعني عشان بس ايه، ولا لنا اي قرايب ولا معارف في غزه حتى خالص. ومع ذلك قالوا ده ابوه غزاوي عليا انا، ورفعوا دعوى اسقاط الجنسيه عشان يدللوا قدام الدايره ده خلاص ده هيسقط جنسيته لان ابوه من غزه. يعني الكذب هتبدا كتير والاشاعات هتبقى كتير، ويجب على الشعب انه يتذوق الاشاعه، يتذوق الاشاعه يشوفها هي مقبوله ولا لا. ويجب برضه على كل المرشحين ايا كانوا، بس اعتقد الاشاعات هتبقى على السيسي اكتر، يعني ان هم يردوا على الشائعات وما يسيبوهاش انها تكتر، وما يقولوش ان احنا مش هنرد عليها، لا نرد عليها ونثبت بس ما ننشغلش بيها، بس يبقى في متحدث رسمي باسم الحمله في اي لكل المرشحين يقول لا هذا كذب وهذا محض افتراء والموضوع خلص. يعني الطعون في المرشحين هتبقى يوم 22 و23 ابريل. 27 ابريل اللجنه العليا للانتخابات هتنظر هذه الطعون 4 ايام، وتعلن في يوم 27 ابريل اسماء اللي هم المستبعدين. في اللي شفنا في الانتخابات اللي فاتت استبعدوا اعتقد يجي 7 أو 8 من المرشحين من سباق الرئاسه. اللجنه هتعلن اسماء المستبعدين. يجي المستبعدين يوم 28 و29 و30 ابريل يقدموا التظلمات ويقولوا لا ده انتوا استبعدتونا غلط تاسيسا على، ويقدموا مستنداتهم. اللجنه تفحص هذه التظلمات وتفصل فيها يوم 1 مايو، يعني هيبقى تقديم وفصل الطعون في 4 ايام. نيجي بعد 1 مايو الحمله الانتخابيه تبدا. طب واحد عايز يتنازل، واحد عليه ضغوط وهيتحس ان هو مش هيقدر يكمل في السباق الرئاسي، حاسس ان الناس خذلته، يبقى قدامه لحد يوم 9 يتنازل. اخر موعد لتنازل المرشحين عن الرئاسه يوم 9 مايو القادم. الانتخابات هتبدا بقى امتى؟ هتشتغل امتى؟ 26 و27 التصويت، الادلاء باصوات الناخبين يوم 26 و27 مايو على يومين. تصويت المصريين في الخارج يوم 15 و16 و17 و18 يعني مايو. طب النتيجه هتعلن امتى؟ وانا ما اعرفش هي المفارقه ولا ايه بظروفها، ايه سبب اختيار يوم 5 يونيو؟ يمكن يوم عوده افتتاح قناه السويس، عايزين نتجاوز الذكرى الأليمة بتاعت نكسة 5 يونيو. الله أعلم، هم حددوا، بس أعتقد إن هو لم يكن ميعادا موفقا اللي هو إعلان النتيجة يوم 5 يونيو. في حالة الإعادة هتبقى في الانتخابات تاني، تعاد الانتخابات 16 و17، والنتيجة النهائية تعلن في حالة وجود إعادة بين المرشحين يوم 26 يونيو. يعني احنا كل ده يوم 26 يونيو في أسوأ الأحوال هيكون عندنا رئيس جمهورية. لو في، بس أنا أعتقد أن هذه الانتخابات ستحسم
من الجولة الأولى لصالح أحد المرشحين. يعني أنا برضو يعني أنا من مؤيدين المشير السيسي، بس أنا عايز بطالبه النهاردة إنه يجب أن يجتمع شخصيا هو بقيادات الحملة بتاعته في كل المحافظات، وما يسيبش حد يتم الزج بيه عليه. أنا عرفت إن أحد المرشحين، إن أحد مسؤولي المحافظات ده مسؤول 6 إبريل في هذه المحافظة، ما اعرفش دخلت على المشير السيسي ازاي، او مين اللي قدر يقنعه بذلك. يا ريت هو يعني وبعض الفلول كمان تم الزج بيهم دلوقتي للمشير السيسي، والهدف منه هو اسقاط السيسي وليس ان هم يساعدوه. الناس ديت علشان تبقى اهو ادي المشير السيسي اهو، وممكن تتحط على حدين صباحي برضه. انا مش عايز احسمها على واحد، ممكن يتم الزج باحد الفلول عند حمدين صباحي، حد من الاسلاميين، حد يعني. يجب على كل مرشح انه يجتمع شخصيا بقيادات الحمله الانتخابيه بتاعته في المحافظات علشان يشوفهم ويعرف فكرهم، ويبدا يبقى فيه تكليفات مباشره، ويبقى فيه حب وفيه دعم رئيسي منهم. اهلا بكم من جديد، وبرحب بضيفي السيد العميد هاني شرباس الخبير الامني، وكان مفروض معانا العقيد خالد عكاشة برضه ضيف معانا في هذه الحلقة، لكن نظرا لوفاة والده اللواء محمد زكي عكاشة النهارده طبعا اعتذار، واحنا بنقدم له خالص العزاء، وربنا يسكن الفقيد فسيح جناته. سيادة العميد اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا. انت شايف ايه في موضوع انقطاعات الكهرباء المتكرره دي؟ هل عاشور برضه لسه ايده موجوده اللي كان بياخد 20 جنيه في عهد مرسي؟ لا مش قوي كده يعني. امال ايه، عايز 30؟ لا مش قوي كده، لا مش طب قوي. امال ايه، طبعا مين الكهرباء المسؤول عن بتتقطع ليها القطاعات اسبابها، المتكرره؟ ليها اسبابها. ايوه. واسبابها ترجع نواحي اقتصاديه شويه. ممكن يكون نعم. في عجز في توريد السولار، ممكن يكون في عجز في السبير بارتس، قطع الغيار نعم. للجنريتورز. طبعا الحكومه مش هتبقى يعني غرضها قطع الكهرباء وتضييق الناس وانها طب ما تضايق توضح الناس. للناس يا سياده العميد يعني. انا ما دي يعني اسال الحكومه فيها. مش مفروض توضح للناس؟ ما هي توضح للناس، بس في مواضيع معينه. نعم. ان مش كل حاجه لازم اكلم الناس تطلع نتكلم معاها فيها. الناس لازم تبقى عارفه ايه الامور بتحصل، ايه احنا وصلنا لغايه فين. الناس لغايه دلوقتي عايشه في دور الثوره. المفروض نعم. دلوقتي نخش في مجال العمل، الانتاج، العمل صح. والانتاج، ونقف بجوار القيادات اللي اتغيرت مع ثوره 30/6. ونساند الحكومة، ونساند الحكومة الحالية، حكومة واعدة، حكومة. نعم. عندك المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كل يوم في حتة شكل. راجل بيشتغل النهارده في الوادي الجديد، النهارده في الوادي وزراء. الجديد، في الوادي الجديد اللي ما حدش من السادة الوزراء في العهد السابق راح لهم ولا سأل عنهم. الوادي الجديد 45% من مساحة مصر هي محافظة الوادي الجديد. بيقطن فيها كام؟ 200,000. 200,000 بس. 200,000 في 45. وفي اراضي خصبه هناك يا سياده الله. هي مصر كلها اراضي خصبه على فكره حضرتك. نعم. مصر كلها اراضي خصبه. لو نرجع لطبيعه الارض في مصر، لو نرجع في القران، كان فرعون مصر بيقول وهذه الانهار تجري من تحتي. نعم. القرآن قال كده. هذه الانهار في انهار جافه كتير قوي جميل فعلا. طبعا الانهار، وادي الفارغ ووادي النطرون. ايوه. نعم. زمان كان اللي رافد النيل ما كانش دجله، ما كانش رشيد ودمياط، كان كذا ليها كذا رافد نضبت مع مرور الزمن. عندك وادي الحيتان في الفيوم، دليل على ايه؟ المكان ده كان فيه ميه. كان فيه ميه. عندك الصحراء الشرقيه. احنا في الوادي الفارغ في الصحراء الشرقيه، انا رحت هناك وشفت فيه شجر متكلس. ايوه. يعني شجر اتحرق وخلاص. اذا ارض مصر صالحه للزراعه في جميع اماكنها. مصر دوله كلها. طب يعني ده يرجعنا حضرتك، يعني المهندس ابراهيم محلب وحضرتك بتتكلم تقول الناس لازم تنتج، يعني انت شايف الاضرابات العماليه واضراب الاطباء ازاي؟ لا ده شيء مش كويس. مش كويس. لا 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 لا. مش وقته اضرابات. مش وقته اضرابات. احنا في مرحله مفصليه ومرحله انتقاليه، بنختار رئيس وبنختار حكومه وبنختار اداره. هل الرئيس جه؟ ما جاش. هل الحكومه
اللي موجوده حكومه كامله خلاص كده ولا طيب كامله حكومه كامله ده لسه ما كملتش شهر، ما نقدرش نحاسبها. ده حتى في امريكا او في عندك 100 يوم قائمه احنا لازم نشوف على فكره حكومه امريكا رئيس امريكا اللي جاي منتخب بيقعد 100 يوم وبعد كده الشعب يبدا يكلمه بعد 100 يوم. احنا في يعني انت شايف ازاي رفض نقابه الاطباء والاطباء المدربين ان هم يستجيبوا لطلب المهندس ابراهيم محلب ان هو يتراجعوا عن الاضراب لمده 100 يوم؟ ما انا بتكلم في كده، اديله فرصه يا جماعه. يعني هو قال ادوني فرصه 100 يوم. اولا احنا داخلين في اتفتح باب الترشح لرئاسه الجمهوريه. اتفتح باب ايه يا جماعه؟ استنوا لما يجي رئيس جمهوريه واديله فرصته لمده 100 يوم او 3 شهور، وحتى لو 10 شهور لازم يبقى في انتاج يا سياده العميد. ما هو ده لازم يبقى لو رئيس جمهوريه جاي دائم ودائم مدته كامله وما فيش انتاج يبقى ما فيش زياده في المرتبات. شيء طبيعي باذن الله. الرئيس اللي جاي هيبقى مدته كامله. نعم. رئيس واعد، رئيس تعلم. ده يودينا للسيسي بسرعه علشان احنا في خطر الجنريتورز هتفصل في ربنا يستر على مصر للاسف يعني. يعني انت شايف رئيس الترشيح المشير السيسي ازاي ده يا ياسر؟ والله هو ترشيحه قرار جريء. قرار جريء منه. شفنا فيه غصه كده وهو متضايق وهو طبعا شيء طبيعي لان التحديات اللي هتواجهه كبيره جدا، اكتر من تحديات اللي واجهت جمال عبد الناصر في نكسه 67. ازاي؟ التحديات الداخليه انا مش عايز عشان جنريتور قدامنا 4 دقايق. التحديات الداخليه من ان التناحر الفكري بين الشعب وبعضه وبين الجماعه المحظوره. نعم. وبث الافكار ومحاوله احراج الحكومه بافكار اللي فيها تصرفات الواحد مش عايز يتكلم فيها. شايفين اللي حصل في جامعه الازهر النهارده؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ جامعه الازهر طلبه راحت تدرس ولا راحت تتخانق ولا راحت تضرب؟ هو ده هيجيب نتيجه؟ انا ما اعرفش. وش معنى جامعه الازهر؟ جامعه الازهر الطالب بيدفع كام؟ انا ابني هناك ابني في كليه الطب بيدفع 60 جنيه في السنه. لو يدفع 20,000 جنيه او يدفع 30,000 جنيه. انا بسال سؤال، الاضرابات دي المظاهرات دي ما بتحصلش في الجامعات الخاصه ليه؟ ايوه ما بتحصلش في الجامعات الخاصه ليه؟ 40,000 و50,000. تمام. ما بتحصلش في كليات طب ليه؟ ما بتحصلش في كليه هندسه ليه؟ ما بتحصلش في كليات صيدله ليه؟ ما بتحصلش في كليه علوم ليه؟ بتحصل في الكليات النظريه بس. ايوه الناس اللي هي بتدفع 30 جنيه وبياخدوا الوجبه بنص جنيه لحد النهارده. جميل قوي. وجبه الغداء كامله في المطعم، اي طالب ازهر بياخد الوجبه بنص جنيه الان. هقول لحضرتك ليه الازهر. هقول لحضرتك ليه الازهر. ومركزين على الازهر. الازهر فيه طلبه وافدين من جميع دول العالم، من اندونيسيا ومن افريقيا ومن دول كثيره ومن اوكرانيا فيعملوا المشاكل دي. الطلبه تبعت لاهلها الحقوا ده مصر بيحصل فيها مشاكل. عشان كده مركزين في جامعه الازهر عشان يحرجوا مصر عالميا. طب ما نوقف الدراسه في الجامعه النهارده والطلبه المؤقته ديت يا فندم. الطلبه يضغطوا على زمايلهم. ما ينفعش. لا ده انا عايز والله انا يعني هو ده شيطان اللي بيقول لي الكلام ده، اننا نلغي السنه دي خالص والطلبه يسقطوا علشان الطلبه تمشي. مصر لن يقف امامها اي شخص حاقد. طب ما احنا سايبينهم ليه؟ لماذا لا يتم فصل هؤلاء الطلاب؟ ما هو بالكاميرات اللي موجوده. اقول لك حاجه بس اقول لك حاجه. الفصل مش هو العنصر الفعال علشان انت هتفصله هيفضى هيبقى فاضي، مفيش مذاكره مفيش حاجه، هيفضل هناك فيك من ناحيه ثانيه. طيب يعني هو بسرعه، واحنا ان شاء الله هنستكمل الحلقه ديت يوم الخميس القادم مع حضرتك اكيد ان شاء الله، ومع العقيد خالد عكاشه نبدا بدري شويه. بس احنا دلوقتي عايزين ايه فرص نجاح المشير السيسي من الجوله الاولى؟ هو باذن الله ربنا يسهل. انت شايف ان مفيش قعده؟ ما اعتقدش ان هيبقى في قعده. وانا شايف كده عدد كبير قوي من الشعب كده. ما اعتقدش، لان الشعب حس بمصداقيه هذا الانسان. نعم. تكلم بمصداقيه وواقعيه وبمفردات تصل الى جميع افراد الشعب. راجل متواضع وراجل ادار الفتره اللي من ثوره 30/6 يعني لغايه يومنا هذا باقتدار، بالرغم من الضغوط اللي تعرض اليها المؤسسة العسكرية كان رئيسها
السيد المسكي المشير عبد الفتاح السيسي. طب ايه اللي مطلوب من الرئيس القادم؟ كتير. ايه؟ اولا مش مطلوب من الرئيس القادم، لا، المطلوب من الشعب مع الرئيس القادم. نعم. الرئيس القادم مش هيجي بعصا زي بعد 67 عبد الناصر مع الشعب حطوا ايديهم في ايدين بعض. برافو عليك. الشعب لازم يقف مع الرئيس القادم قلبا وقالبا من اجل النهوض بمصر. الرئيس القادم مش هيقدر يشتغل لوحده، لازم الشعب كله يؤمن بافكاره، يؤمن بتوجهاته، يؤمن بايديولوجيته، علشان يبدأ يعمل وينتج. نعم. مش من الرئيس القادم. الرئيس القادم معروف، ربنا يسهل. طب الجماعة الإرهابية هتعمل إيه لو إن السيسي نجح؟ واو. شايف يعني هل سيطير صوابها فعلا؟ شيء طبيعي. شيء طبيعي. ده هو كانوا تصرفات غير محسوبة. هم بيتصرفوا من اول دلوقتي، يمكن انتحارية شوية يعني اكثر. ما واضح عليهم دلوقتي. احنا هنتكلم ايه المنظور العام واضح. بس صدقني مش هيطولوا كتير في الاعمال الارهابيه اللي بيقوموا بيها. بشكرك سيادة اللواء هاني شرباس، بشكركم اعزائي المشاهدين. احنا للاسف الكهرباء بلغوني فاضل نص دقيقة وانقطع اليو بي اس اللي عندنا اللي هو اللي بيشحن للاجهزة، لان انقطع التيار الكهربي اليوم 5 مرات عن القناة. 5 مرات. فالجنريتور مش قادر يشحن البطاريات عشان تشغل الاجهزة اللي موجودة، لان الاجهزة بتشتغل ببطاريات تشحن مش مباشر من الجنريتور. مضطرين نطلع النهارده ننهي الحلقه، لكن ان شاء الله هنستكمل هذه الحلقه يوم الخميس القادم مع السيد العميد الخبير الامني هاني شرباس. بشكرك سياده العميد، واحنا اسفين جدا لانقطاع هذا التيار، وده حاجه لا اراديا ومش عارفين. يا ريت برضو الدوله تشوف ان حتى القنوات الفضائيه يبقى فيها اي نوع من الاستثناءات اللي في المكان ده علشان يعني تشوف عملها وتمارس شغلتها. بشكرك يا فندم. السلام عليكم. انا اسف بلغوني ان خايف نقطع علينا حالا. بشكركم اعزائي المشاهدين واللقاء في الحلقه القادمه.